يعني عندما نتصور أن هناك زوجة تحب زوجها أو حبيبة تحب حبيبها وتعطي له بلا مقابل، فكيف تتحدث مثل هذه الحبيبة أو مثل هذه الزوجة؟ هنا تتحدث بلسانها الشاعرة أم المصطفى، هي تتحدث كما قلت في البداية بوجدان غني بالمشاعر، بوجدان غني بكلمات تحمل الكثير من الدلالات، ولهذا يأتي شعرها رياضا بهذه المشاعر وبهذه الدلالات. نسمع الأستاذ مصطفى. طب قبل معلش مصطفى أنا عايزة أقول على حاجة مهمة في الموسيقى. الأستاذ مصطفى فنان رائع بصراحة، دائما نشعر بنوع من التفرد. فأنا عايزة أقول الكلمة دي: أقرأ نحو تحت الألحان عصفور ريشه سملان، لا يقوى الطير ولكن يعشق الهذيان. فلا نستمع مع أستاذ مصطفى فنان كده. صباحي لملمت فرحي وجراحي
احنا اللي بنشكر حضرتك وبنشكر بقية حضرتك لينا كتير حضرتك جدا. أيها الملك بين صفحات الكتاب تسير بين جدران القصائد ترتب حقيبة الذكريات وتكدس أحلامك وتعيد عقارب الساعات وتسافر في إليك إلى وطن يمسك الأراضي مع أستاذ حسن